ولا انا عايزك تخف رجليك اليومين دول عن زيارة اختك مروة ببيتها، وبطل تكلم جوزها في الشغل. انا قلت بس ابعد تفكيره عنا. بالعكس، كده بتلفت نظره انك خايف، وبعدين هيشك بخصوص كلامك كتير عن المخدرات. انت شايف كده؟ انا مش بس شايف، انا خايف كمان يوقعك في الكلام. ما تنساش ان ده ظابط وفي مكتب المخدرات، وكلهم بيقولوا انه احسن واحد في المكتب. ايوه يا حاج، بس انا خايف يعني اقطع الزيارات يبتدي يشك. لا ما تخافش، مش هيشك ولا حاجة. وبعدين عود نفسك، الكلمة اللي أنا أقولها تتنفذ وبالحرف. مفهوم؟ بس اللي انا عارفاه ان ابو النواس بياخد البضاعه بتاعته من العقاد. ما خلاص خد حصته من الشحنه اللي فاتت. ايه لازمته كل شويه بقى ينط للحاج ويقعد معاه في القهوه؟ اللي صحيح حاجه يا مرسي، البضاعه دي جت للعقاد منين؟ اهو ده بقى اللي محيرنا يا سالم. ده زي ما يكون الحاج قاعد كده وشاور بايده وجات له احلى بضاعه موجوده في السوق. ما ديك حليتها، عشان كده ابو نواس لازق له. صدقوني مش هو ده السبب. بقول لك ايه، انت قاعد من الصبح تلف وتدور علينا، ما تقصر يا اخويا السكه. قول انت عايز تقول ايه. وبعدين بقى يا فاطمة يا بنتي، مش قادرة يابا، مش قادرة. مش قادرة إيه بس؟ يعني أنت معقولة هتفضلي عايشة بقية عمرك كده من غير جواز؟ يابا، انا مش عايزة اتجوز خالص، سيبوني براحتي بقى. يا بنتي على إيه ده كله؟ أنا مش فاهم. الله، المرحوم ما كانش أمل للدرجة دي. وبعدين أنا قلت لك ده كان مسافر للهلس والمسخرة. على إيه العياط ده بقى؟ ده لو كان ملاك من السماء ما كنتيش حزنت عليه الحزن ده كله. يابا انا صورة حفظي جوزي الله يرحمه مش قادرة تفارق خيالي ابدا. صورته ده ايه بس؟ سبحان الله. يعني هو انت شفت الجديد ما يمكن ينسيك القديم ده؟ طب اقول لك حاجه، اخلي محسن جوز اختك يجيبولك هنا عشان تشوفيه. لا يابا لا، انا مش عايزة اشوف حد يابا، سيبوني براحتي بقى، سيبوني براحتي يا رب. خلاص براحتك يا فوزيه، تعالي شوفي بنتك. انا مش عارف ايه حكايتها، ده زي ما يكون اللي راح ده لا له قبل ولا بعد. وبعدين معاكي بقى يا بابا، احنا يا بنتي مش هنخلص من الموضوع ده. هو انت اول واحده جوزها يموت؟ الله، امال لو كان عدل كنت عملتي ايه؟ يا ما كان نفسي اطلقك منه واجوزك سيته. يا بنتي انت مش شويه، ده انت بنت ابراهيم العقاد على سن ورمح. الله 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 الله، وده الكلام؟ اهو انت دلوقتي بتقولي كلام يعجبني ويكيفني بصحيح. صحيح يا ابراهيم، عجبتك؟ المهم ان كلامك يعجب بنتك. يا ست بطه قلتي ايه؟ ما تردي يا بنت على ابوك يا بنت، انت هتفضلي حزينه لامتى؟ الله، انت عايزه الناس يقولوا علينا ايه؟ بنت ابراهيم العقاد بعد جوزها ما مات مش لاقي حد يتجوزها؟ طيب تحبي يا بنتي يا حبيبتي اسيبك كام يوم كده تفكري وتهدي؟ كام يوم ده يا ابراهيم؟ الله، ده احنا بقالنا 6 اشهر دلوقتي. انا مش فاهمه هي هتفضل حزينه كده لامتى؟ قول لي يا ابراهيم، انت شفت العريس؟ ايوه، امال ايه شفته. الولا محسن جابولي وشفته. الحقيقه بني ادم من احسن ما يمكن، ما شفتش احسن من كده ابدا. هو الحقيقه ما فيهوش غير عيب واحد بس. عيب ايه يا ابراهيم؟ اسمه الشحات، ومش لوحده، هو وجده شحات ابن شحاتين. انما الحقيقه غير كده هو راجل ما ترفضوش اي عروسه ابدا. راح فين يا ابراهيم؟ السلام عليكم، البنت قامت. ايه يا ابراهيم، انت رايح فين يا اخويا؟ هقعد اعمل ايه؟ ما البنت مشيت خلاص. خلاص سيبك منها يا اخويا، خليك معايا. خليني معاك اعمل ايه دلوقتي؟ الله، قول لي كلمتين حلوين دلعني كده يا ابراهيم. ادلعك؟ يا وليه احنا كبرنا على حكايه الدلع دي. ثم انا ما فيها الصح ادلع اصلا. السلام عليكم. اسمع بس يا ابراهيم. يا بيت مجانين. رايح فين يا ابراهيم؟ قولي لي على يا ابراهيم اسمعني، رايح فين بس؟ خليني في حالي يا ابراهيم كده يا ابراهيم. انت يا بنت يا بطه.
لا ده شعبان. شعبان. ايوه يا معلم سالم. اؤمر يا سيدي المعلمين. خد يا انت واقف نادربي ولا واقف عكس النسوان؟ انا ونسوان لا مؤاخذه يا سيدي المعلمين. الله الله، امال مين اللي واقف معاك دلوقتي ياض؟ ما يكونش راجل ولابس مره وانا مش شايف. لا مؤاخذه بقى، جلت منك المره دي يا سيدي المعلمين. دي مراتي. مراتك. ايوه يا سيدي المعلمين. دي صفيه مراتي. طب ياض، ومراتك دي ياض مش عارفه ان انت عندك شغل وما ينفعش تبص في حته تانية؟ قدر البوليس ولا الحكومه كبست، مين اللي هيبلغ؟ معلش يا سيدي المعلمين، اصلا لا مؤاخذه يعني كانت جايه لي سعادتك في موضوع مهم. طب ايه هو الموضوع المهم يا؟ اصلها كانت نازله السوق لا مؤاخذه يعني تستقضى شويه لوازم كده وحاجات للبيت، وبعدين يعني الفلوس قصرت معاها شويه. طب ما كانت خدت من معلمه ورده وخدت مني، احنا مقصرين معاكم في حاجه؟ ابدا يا سيدي المعلمين، معاش اللي يقول كده عليك. خلاص سامحني المره دي اخر مره. طيب اديتها فلوس ولا لا؟ لا يعني قلت لها تستنى عليها شويه. لا لازم تديها، ناديها. حاضر يا سيدي المعلمين، اؤمر. صفيه، تعالي يا صفيه، تعالي. ناقص كام يا بنت؟ قولي يا بت، قولي ما تتكسفيش. اخس عليك يا شعبان، انت برضه قلت للمعلم؟ الله، جرى يا صفيه، هو احنا من امتى بنخبي حاجه على سيدي المعلمين؟ اخو مراتي يا بهوات واكل وشي، عشان لحد دلوقتي ما قدرناش نقبض على البت ورده واخواتها. انت مش بتقول الواد اخوها هريدي دخل المصحه والبودره لحست دماغه كده؟ ما فاضلش غيرها هي واولاد التاني، واكيد المخدرات عند واحد من الاثنين. ما احنا فتشنا البيت قبل كده وما لقيناش حاجه، لكن ما فتشناش بيت ورده. تريح عند بيت. امال اللي فتشناه ده بيت مين؟ ما هو كل واحد عنده شقه، لكن اللي احنا عرفناه ان ورده ساكنه في مكان تاني مع جوزها في الزمالك، شقه على النيل. في الزمالك وعلى النيل. امال انت فاكر ايه يا خال؟ ما هم دول اللي بيسكنوا في الزمالك وعلى النيل. تقدر تقول لي انت بقى يا خال ساكن فين؟ اهي مراتك ابوها مليونير، ما سكنتش ليه في الزمالك وعلى النيل؟ صحيح هو ابوها مليونير، بس جوزها بقى ظابط وما حلتوش غير مرتبه، ولا يمكن ابدا يرضى ان اهل مراته يصرفوا عليه. الله، حلو قوي كلام السيما ده. ولما انتوا بقى مش عاجبكم كلام السيما ده، عملتوا ايه؟ لا لحد هنا اسطب بقى يا خال، انا اتكلم عن نفسي. انا مراتي زي حالاتي، انسانه حساسه وبحبوحه، ما حلتهاش الا حبنا. اما انا بقى فشرحه بالملي. ده انتوا كده تبقوا اغنى من اي مليونير. مساء الفل يا سيدي المعلمين. صح يا طحش. مجدي بيه الاول. لا مؤاخذه يا باشا. مساء الفل يا مجدي بيه. مساء القشطه. معلش يا باشا. ايوه كده ياض، نجر كده وتعلم ازاي تتعامل مع البشوات. بقول لك ايه، ما تشوف لك شقه قريبه بدل ما كل يوم اخبط المشوار ده، وعلى الاقل تبقى جنب اختك. هيحصل يا صاحبي، في شقه مفروشه انا منظر عليها. طب مستني ايه؟ هو في اكتر من الشقق المفروشه؟ الشقق المفروشه كلها كوم، والشقه دي كوم تاني خالص. شقه ابن العقاد، نفسي فيها من زمان قوي. ودي فين الشقه دي؟ الا قول لي يا اخويا، مش دي برضه اوضه المعلم هريدي؟ ايوه يا هاني، بس الزياره ممنوعه عنه. ده انا جايه له من اخر الدنيا ونفسي اشوفه. وانت مين بقى؟ انا خطيبته. خطيبته؟ طب ما انتيش ليه بقى مع اخوه واخته؟ غصب عني، اعمل ايه؟ كنت مسافره. ماشي، بس ما تعوقيش جوه. ما تخافش، انا بس هشوفه ويشوفني. اتفضلي. ربنا يخليك ليا. هو اسمك كريم ايه؟ اسمي هاشم. هاشم. عاشت الاسامي يا سي هاشم. اي خدمه. ايوه يا ورده، مش وقته الكلام ده. اسمعي، انت شايله حاجه عندك؟ دي شايف ورده باشندي؟ هي. وانت تبقى مين؟ انا جوزها. فتش الشقه. فتشوا ايه يا سعد باشا؟ ايه في ايه؟ وانتوا مين لا مؤاخذه؟ احنا من مكتب اداره مكافحه المخدرات. مخدرات؟ في ايه؟ انت اسمك ايه؟ اسمي بيومي عطيه الملواني.
تشتغل ايه بقى يا معلم بيومي؟ انا مقاول مباني. مقاول مباني ولا تاجر مخدرات؟ مخدرات ايه يا باشا؟ لا مالناش دعوه بالحاجات دي خالص، حط الله ما بيني وما بينها. يعني عايز تقول ان ورده بس هي اللي بتتاجر فيها؟ ورده؟ لا يا باشا، ورده ملهاش دعوه بالحكايه دي خالص، دول هم اخواتها. شد جامد وخلص بسرعة. كتر خيرك، كتر ألف خيرك، ما تحرمش منك. وخلي التذكرتين دول معاك على ما اجيلك الزيارة الجاية. تذكرتين محرم. هو انت كنت سبتني ورحتي فين؟ أمي كانت عيانة وما قدرتش أسيبها. المهم خبيهم وحد يشوفك. ما تخافيش، ما حدش هيشوفني. أسيبك أنا بقى عشان التمرجي ما يزعلش، عشان ده يخليني أدخل لك لما أجيلك المرة الجاية. امتى؟ هتيجي امتى؟ هي أختك وأخوك بيزوروك إمتى؟ جمعة. خلاص هجيلك يوم الأحد. طيب بس ما تنسيش تجيبي لي التموين. ماشي. قول له انا، انت لقيت المحل اللي كنت بتتكلم عليه ده؟ هو ضروري يا حاج الموضوع ده؟ سبحان الله، اللي ضروري مش انت اللي قلت ولا كان فض مجالس؟ لا يا حاج، بس انا يعني مش هعرف اسد هنا وهناك. يا سيدي ما حدش قال لك سد، اما تكون انت هناك هبقى اقعد انا هنا، واذا حبيت تقعد هنا اروح انا اقف هناك. سبحان الله. يعني انت يا حاج هتفهم في موضوع الاجهزه الكهربائيه دي والسخانات؟ سخانات ايه وخيبه ايه؟ هي شغلانه؟ ما هو كله تجاره، مش فيه فواتير وناس بتبيع. وبعدين على رأي المثل، يا بصل بقرش بقرش يا بصل. وبعدين دي حاجة تنفع ابنك لما يكبر ويحب يقف معاك. اسمع بقى يا وردة، مفيش مخدرات هتخش البيت ده تاني بعد كده. كفاية اللي حصل، المرة دي جت سليمة، محدش عارف المرة الجاية هيحصل ايه. طب وطي حسك وقاسي اخلاقك شويه، احسن بعدين يا حبيبي يطقعك عرق ولا حاجه. يعني ايه؟ عاجبك اللي حصل ده؟ انا البوليس يخش بيتي ويفتشه؟ يا غرساسي قدام الناس. بقول لك ايه، لو حد فيهم قال لك حاجه يبقى ساعتها افتح بقك. نعم، هو انا لسه هستنى لما يقولوا؟ انا مش عارف المخدرات اللي كانت هنا راحت فين. اخص عليك يا بابا، اديك يا اخويا اتسرعت في الكلام وظلمتني. المخدرات معايا اهي في شنطتي، اخدتها معايا اول ما حسيت ان هم ناويين يكبسوا عليا. وكمان شايلاهم في شنطتك؟ يعني لو كانوا فتشوكي كنت رحتي في 60 داهيه. عليكي من ده كله بايه يا بنت الناس؟ انت ناقصك حاجه؟ شغل اخواتي يا اخويا ولازم اخاف عليه. ولا انت عايزنا استنى لحد ما يمدوا ايديهم ليك ويشحطوا منك؟ ما حدش هيوديكي في داهيه غير اخواتك دول. فضلت تقر عليهم لحد ما دخلت واحد فيهم المستشفى. كانت جنيلة عينيك وحشة. يا وردة، يا وردة أنا خايف عليكي، أنت عارفة أنا بحبك قد إيه. أصلك ما شفتيش الظابط بيتكلم عليك إزاي؟ ده حطك في دماغه، يعني مش هيعتقك. عشم إبليس في الجنة، مش وردة يا حبيبي اللي تقع، كان غيره يا عينيا أشطر. يا حبيبتي دول الحكومة وإحنا مش قد الحكومة. ولا وإذا كان بقى على الظابط اللي أنت خايف منه ده، أنا عندي اللي يزيحه من سكتي خالص. ما قلتليش بقى يا صاحبي، عجبك الخيال ده؟ ايه رايك في الخن؟ هو ده الخن اللي انت كنت بتحلم بيه؟ وادي الحلم اتحقق. قشطه. التعميره دي حلوه قوي ده شعبان، عليك رصة حجر ولا اجدع غرزاجي في البطنيه. على كده بقى الواد شعبان ده لازم نعينه في مصلحه حكوميه. يا ريت يا مجدي بيه. طب وده هنعينه في انهي مصلحه؟ ممكن نعينه في المصلحه القوميه للحشاشين او في مصلحه المزاج العالي. سمعت اخر نكته؟ اديني. بيقول لك واحد شحات مد ايده لواحد حشاش، قال له قرش لله،
قال له كتير، كفايه عليك تمنايه. والنبي يا جميل حوش عني هواك، انا قلبي عليل ودواه وياك. والنبي يا جميل حوش عني هواك، انا قلبي عليل ودواه وياك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل، والنبي يا جميل عقد يا جميل حوش عني هواك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل. احلى تحيه البطنيه وملوك البطنيه والباشا فتحي العقاد منورنا وظل. قلبي المشغول في الحب غريب، والشوق بيطول على كل حبيب. قلبي المشغول في الحب غريب، والشوق بيطول على كل حبيب. ليه بعدك طار يا جميل، ابعت مرسال يا جميل. او النبي يا جميل يا جميل يا جميل، يا حبيبي يا جميل يا جميل يا جميل حوش عني هواك. والنبي يا جميل يا جميل يا جميل. خلص وتجيلي. لا لا لا، كفايه كفايه، انا كده اخر سلطنه اخد. الله، جرى يا مجدي بيه، ده الحوح يا باشا. عيب عليك يا صاحبي، الا الحوحو ده اللي بينهي ويجيب من الاخر. مني ليك الحوحو ده بقى. وانا مني ليك يا شعبان. تسلم يا سليم. يلا منك يا شعبان. عايزك توضب الشقه كويس قوي، وتقعد تظبط نفسك بحجرين كده على رواقه، وبعد كده تقفل الباب وراك. لا يا سليم بيه، خليها لك قنيصه اللانش بتبرق. ماشي يا شعبان. خد دول عشان تبقى تركب بيهم، حلال عليك يا رب. يدوب العز يا سليم بيه، ربنا يخليك. السلامة يا مجدي بيه، السلامة يا بواب. اهلا اهلا، وحشتيني قوي 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 يا بنت. كنت فاكرة ان بعد ما ابوك طردني هتيجي وهترد لي اعتبار. اللي حصل ده كان غصب عني، ما كانش في ايدي حاجه. انت هتنكدي عليا ليه؟ انا جاي افرفش واتبسط. اشربي اشربي بقى بصحتك، يلا اشربي. وبعد ما اشرب في صحتي خلاص مش هشوفك. شويه بس كده لغايه ما كل حاجه تبقى تمام وترجع زي الاول وزياده. وانت ايه بقى، خلاص قفلت الشقة ولا رجعت فتحتها من ورا ابوك ولفيت على حد غير؟ الف على حد غيرك؟ هو انا اقدر يا بنت؟ اما موضوع الشقه ده بقى، الحاج فسخ عقدها مع صاحبها وحلفني اني ما ارجعلهاش تاني. الشقة ولا انا؟ انت؟ وانا اقدر استغنى عنك انت يا جميل؟ يعني اعتبر ان انت اللي ليلي ضيف. ومش عايزك تاخريني، اصل مراتي اليومين دول واقفالي على الواحده. انت ايه، خلاص دخلت في الفورمه وعملت زي الرجاله المتجوزين اللي بيخافوا من نسوانهم؟ انا ما بخافش من حد غير من الحاج. يخرب بيتك، انت لسه ما اتفطمتش. لا يا اختي، اتفطمت وبقيت اشرب شاي بلبن كمان.
لا يا اخويا. اتأخرت كده ليه يا بت؟ اديني جيت اهو. بقول لك ايه يا فتحي، ابوك احواله اليومين دول مش عجباني خالص. ايه انتوا عندكم مشاكل في الشغل؟ لا 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 لا، الشغل ماشي زي الفل. تلاقي موضوع اختي فاطمه زعلان من حالها، عايز يجوزها ومش عارف. طب اقعد اشرب الشاي. مش دي اللي جوزها مات بره؟ ايوه. طب وايه المشكله؟ انا شايفه انها حلوه، دي مش وحشه خالص. هي مسألة حلوة ولا وحشة؟ كفاية انها بنت ابراهيم العقاد. هو ايه مش لاقي لها عريس؟ لا طبعا، العرسان كتير، بس هي اللي شكلها لسه بتحبه، مش قادره تنساه. يا حبيبتي لازم كان حنين عليها قوي. لا خالص، ده كان كل يوم بيطلع عينيها. وعمي الحاج كان ساكت له؟ ما هي ما كانتش بتحكي للحاج على كل حاجه. قولي يا فتحي، هو كان بيشتغل ايه؟ زي كده رجل اعمال، بس الفرق اللي ما بيني وما بينه انه كان كل يوم بيرجع لها وش الفجر مش شايف قدامه، سكران، وهي ولا تقدر تقول له كنت فين ولا بتعمل ايه. سامعين كلامه؟ انت بتقصد ايه؟ الله، انا بقول الحقيقه. بس يا اولاد بس، كل واحد وله طبع. يا حبيبي انت لو بتحب السهر خد مراتك وسهروا براحتكم. اسكتي يا حكمت شويه، خلينا نشوف المشكله الاساسيه. مشكلة ايه بس؟ مشكله البنت دي اللي مش عاوزه تتجوز. مش جايز العرسان اللي تقدموا لها ما يعجبوهاش؟ لا طبعا، دول احسن عرسان وعلى اعلى مستوى. انت ما تعرفش حد كويس يا عبد المنعم؟ يا ريت. ويا ريت ليه؟ انا عندي ليها عريس مش هترفضه. مين ده؟ نبيل ابن عمتي. ايه رايكم؟ ايه راينا؟ ده حته موظف لا راح ولا جه. بس يا حكمت بس، انا شخصيا موافق على الترشيح ده. قول لي يا فتحي، هو ابوك بيدور على عريس غني؟ لا، ابويا ما بتفرقش معاه موضوع غني وفقير. كل اللي يفرق مع ابويا انه ما يكونش طمعان فينا. وبعدين يا استاذ مجدي، انت يا اخويا مش ناوي تخلصني من الظابط اللي اسمه علاء ده؟ صدقيني انا حاولت انقله وابعده باي شكل، لكن للاسف ما قدرتش. طب والحل ايه؟ كل يوم والتاني بينط لي هنا. انا خايفه يا اخويا الطوبه تقع في المعطوبه. ما تخافيش، عموما انا عندي حل. قول لي. تجندوا كاتب النيابه اللي بيكتب اذونات النيابه قبل ما يقوموا باي كبسه. يعني ايه نجنده؟ يعني تشتروا ذمته. يعني نبلصه يا اختي ويبقى معانا. ايوه بس اهم حاجه انه يبقى معانا على طول. هو احنا قلنا لا؟ ان شاء الله حتى يجي يقعد معانا جوه البيت. انا رايي نعمل له مرتب كل شهر من جنيه ل1000، ولو عايزني كمان اعمل له مكتب هنا في المنطقه ما عنديش مانع. المهم نعرف سكته منين يا اختي. ما تقلقش، سيبوا الموضوع ده عليا وانا هجيبه لكم لحد عندكم. تسلم لي يا غالي، انا طول عمري بقول كده برضو يا اخويا، ما يجيبها الا رجالها. والله ما انا عارف اقول لك يا عبد المنعم بيه. ان كان عليا انا محبب عليا، ده ابن اختك، او على الاقل يبقى زيتنا في دقنا. انما هعمل ايه بقى؟ البيت من ساعه جوزها ما مات الله يرحمه مفيش حد مالي دماغها ابدا. يعني ايه مفيش فايده يا حاج؟ لا مؤاخذة يا ابو شنب بيه يا اخويا، ابوها غلب معاها، يجيبها كده ان دماغها تلين ابدا. لا مؤاخذة في اللفظ، يعني زي ما تكون كده ملبوسة ولا معمول لها عمل. ايوه بس فتحي فهمني ان جوزها الله يرحمه كان مطلع عينها. المهم انا والله ما اعرف الحكايه دي، ما عرفتهاش غير بعد ما مات الله يرحمه، ومش منها، لا من امها. بقول لك مفيش راجل مالي دماغها ابدا. تقول عليا كذابة يا ابو شنب بيه لو انا قلت لك ان ابوها ده شرب المر من كعانه بسبب البت دي ومش عارف يعمل معاها ايه. انا بقول نستنى عليها شويه، وهو الزمن بينسي البني ادم حاجات كتير. وماله يا حاج، نستنى، والعريس برضه هيفضل متمسك بكلمته. بس لا مؤاخذة يا اخويا يا ابو شنب بيه في اللفظ، يعني سامحني، العريس ده كان شاف بطة بنت الحاج فين؟ لا ما هو مش مهم يشوفها، المهم انها بنت الحاج ابراهيم العقاد. الله يبارك فيك، ربنا يديم المعروف ان شاء الله. طيب استاذن انا بقى يا حاج. تستاذن فين يا راجل؟ ده انت حتى لا دقت الكنافه ولا البسبوسه. لا معلش متشكر قوي، مش هقدر يا حاج، اصل عندي اجتماع مهم ولازم احضره. خلاص يا اخويا، الجايه دي ما تحسبش. المره الجايه تجيب الست هانم معاك عشان اعمل لها الاكل بايدي، الممبار والكرشه والحاجات الحلوه دي. ما احنا لسه كنا بنتغدى عندكم يا حاجه. اهو طلعت من بقه اهو يا حاج، عشان اقول لك يا اخويا طلعني الحج مره كمان. انت مش موافق، عشان خاطري بقى وافق المره دي. قرر انت بس عايزه تطلعي امتى، والتاشيره هتكون عند حضرتك، وانا هرتب لك كل حاجه هناك. طب ما نطلع كلنا بالمره بقى.
المهم نخلص الاول من الجوازه دي يا حاج، وبعدين نعمل اللي احنا عاوزينه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا سعاده مع البيه. السلامه يا حاج. انست وشرفت يا ابو شنب بيه. الله يكرمك. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. الف سلامه. على فكره الراجل نازل زعلان قوي. يوه، وايه اللي هيزعله بس يا حاج؟ الجواز ده رضا وقبول يا اخويا. بس اقول لك ايه، حكايه البت بنتك اللي اسمها بطه دي حالها محيرني على الاخر. محيرك ايه؟ قولي حالتها تغم. انا عمري ما شفت ست جوزها كان بيعملها المعامله الطين دي وتفضل تحبه حتى بعد ما مات. استغفر الله العظيم يا رب. امال لو كان عايش كانت هتعمل ايه؟ اهلا وسهلا، اهلا اتفضل. الاستاذ ابو الفتوح كاتب النيابه. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا استاذ ابو الفتوح. اتفضل اتفضل. يا اهلا بيكم يا جماعه. منورنا والنبي. ده نورك يا ست الكل. تشرب ايه؟ ملوش لزوم يا هانم. يا دي العيبه، لازم تشرب حاجه. ميه ولا دخان؟ ساقع ولا سخن؟ ما دمت سيادتك تأمري قهوه على الريحه. واد يا درغام، أموريني يا ست الكل. 1 قهوه على الريح و3 شاي لينا. من عينيا. قول لي بقى، شد ولا كبس؟ مش فاهم. لا 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 لا، على مهلك عليه شويه يا ست الكل. انا فاهمه يا صاحبي. الكبسه عدم لا مؤاخذه يعني تشرب الصنف في السجاير، اما الشد يعني تشربه على الجوزه، تكركر يعني. الشد في السجاير والكبس في الجوزه؟ ياه، ده انا يظهر ان انا لسه تلميذ بتعلم بقى. طب انا بقول لكم ايه، انا بحب ارقش، يعني عايز حقي ناشف. عينيا الاتنين، غالي والطلب رخيص. انا اتفقت مع الاستاذ ابو الفتوح انه هياخد منكم مرتب شهري. ماشي، وكمان مش هنفاصل. ايوه يا اختي، بس بلغنا بالاخباريه قبلها بيومين 3 عشان عدم لا مؤاخذه يعني نكون عاملين حسابنا. لا اطمنوا يا ست الكل، انتوا لما تشوفوا شغلي هتعرفوا ان المبلغ اللي انا هطلبه شويه عليا. طب ناوي بقى تاخد مننا كام؟ دي تالت عمليه تتسرق منك، انا عايز افهم هو في ايه. اكيد في حد خاين وسط رجالتك. الرجاله اللي معايا هم الرجاله اللي كانوا شغالين معاك. لا معلش بقى، برعي عمر ما حد عرف يخمه ولا بوظ له عمليه. خلاص، يبقى برعي هو ورا كل اللي بيحصل ده. برعي ايه بس؟ برعي في السجن، بلاش هالفتره. امال مين بس؟ انا عايز افهم مين. احنا لغايه دلوقتي خسرانين بضاعه ب2 مليون جنيه. احنا هنلاقيها من البوليس ولا من الحراميه بقى؟ شغل مخك يا مخلول. قول لي اعمل ايه يا ابو مخ دهب؟ انا فاكر ان انا زمان شفت فيلم بتاع سيزاك رستم وسفريد شوقي، وكان معاهم ست كاريوكا اسمه اظن سوق الخضار. ايوه الفتوه العصباجي، انا مالي. المهم الراجل ده كان رقم، اما شم خيانه حواليه زي ما انت حاصل لك كده، قام لم رجالته كلهم ورمالهم خبر في شنك عن عمليه في شنك في مكان وزمن في شنك، وراقبهم لغايه ما حط ايده على الخاين. اعمل زيه تقفش الخاين. الله، مش بقول لك مخك دهب. ربنا يخليك لينا يا حجيج. اللي يستاهل الكلام اللي انت بتقوله ده برع، الله يمسيه بالخير. برع يا حاج، انت لسه بتفتكره بالخير لغايه دلوقتي؟ وهفضل افتكره بالخير. كان واد رقم حقيقي، وكان بيفهمني من بصه بس كده. يا سلام، يا ما كان نفسي تكون زيه. هو انا لسه اخدت فرصتي يا حاج؟ ما انا عشان كده مستحملك لغايه دلوقتي. طب قول لي، الواد برعي ده بعد ما يخرج من السجن يعني هيرجع يشتغل معانا تاني؟ يا ريت، دي تبقى خير ونعمه. بعد اللي عمله معانا؟ افرض. ده واد جدع قوي، وما تنساش ان هو كمان جوز اختك. واللي مات ده وكان عايز يقتلك مش برضه كان جوز اختي؟ الله يرحم اللي راح بقى. يعني كده فلوسنا راحت على بتاع حميده. حد قال لك تحط ايدك في ايد حفظي وسمير؟ وانا كنت بشم على ظهر ايدي وعارف ان هم رايحين زباين عزرائيل. انا مش عارفه انت كنت مستعجل كده ليه؟ افرض كانوا نصبوا عليك. لا، عموما لما كانوش اشتروا بضاعه من عنده وصوف يبقى فلوسنا عنده في الحفظ والسوق. وتفتكر الراجل ده هيرجع لك فلوسك؟ اوعي تقول الكلام ده، الناس دي سمعتها زي الورد، ما ياكلوش قرش حرام، الناس دي ليها الجنه.
طب وهم مش عرفوا ان ليك فلوس؟ لا، ما هو سمير وحفظي طالعين بتوصية وأمارة مني. عموما يا برعي ما تقلقش، فلوسك يا اخويا في الحفظ والسوق، شايلهم لك عشان يوم ما تخرج تلاقي الخميره الحلوه اللي تشتغل بيها. ايه اللي انت بتقوليه ده يا حميدة؟ وفي بينا فلوس. اسمعيني يا بهيجة، انا عايزك انت كمان تخف رجلك عن زيارة مروة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حاج؟ معناته ايه؟ كلنا كده نقطع بالبيت؟ مش كفايه فتحي ما بيروح لهاش؟ يعني هي كانت اشتكت لك؟ اه يا حاج، وانا قلت لها معلش يا حبيبتي استحملي، اخوكي مزنوق في المعرض. بقول ايه يا حاج، مش ناوي كده يا اخويا باذن الله تخطي لها عتبة بيت؟ وبعدها لك بقى بهيجة، انا مش ناقص بصراحة. يا حاج البت من ساعه ما اتجوزت انت ما هوبتش ناحيتها، وهي دلوقتي ناقصها اي حاجة؟ ربنا يخليك لينا يا حاج. لا مش ناقصها ولا ناقصنا حاجه. عارف يا حاج انا بفكر في ايه في دماغي كده ساعات؟ اقول لو البت مروه دي خلفت حته عيل، ساعتها جوزها لا هيقدر يهوب ناحيتنا ولا يأذينا بأي حاجة. امال ايه؟ ما هو اللي يمسنا هيمسه. انت هتبقى جد الواد ولا البت، وفتحي هيبقى خاله ولا خالها. يا سلام، تعرفي ان انت عندك حق في تفكيرك ده. مش انا بقول لك يا حاج؟ سبحان الله، انا مش عارف ليه حمل البت دي اتاخر. يكونش الواد علاء ده فيه عيب؟ انت ما سالتهاش؟ سالتها يا اخويا. ويا ترى قالت لك ايه؟ انا مأجله الموضوع ده لبعد الدكتوراه. دكتوراه ده ايه يا بنت؟ انت يا بنت بتضحكي عليا. انت هتشتغلي دكتوره ولا هتشتغلي محاميه؟ دي اكبر شهاده انا هاخدها يا ست الكل. الله، نهارك ابيض، كل الشهادات اللي عندك دي مش مكفياكي يا بنتي؟ دي بقى اخر شهاده انا هاخدها يا ست الكل. يا بنتي يا حبيبتي، العمر بيجري بالستات، وانا نفسي اشوف لك حته عيل قبل ما يجرى لي حاجه. ربنا يديكي طولة العمر، بس انا مش هقدر اخلف دلوقتي. تقدري تقولي لي مين اللي هيربيهم؟ ايه يا بنتي اللي بتقولي ده؟ ربنا يديك الصحه والعمر يا رب. انت بتفولي على نفسك ليه؟ انت اللي هتربيهم طبعا. انا قصدي ان انا مشغوله السنتين دول لتحضير الشهاده، يعني برجع من الكليه اقعد اقرا واكتب. يا صلاة النبي احسن يا حبيبتي. والبيه جوزك بالصلاة على النبي كده عاجبه الحال اللي انت فيه ده؟ عاجبه ومشجعني ونفسه اخد الدكتوراه وابقى حاجه كبيره. يا بنت ما انت حاجه كبيره وكبيره قوي كمان يا مروه. ده انت بنت ابراهيم العقاد، الله، اللي كبارات البلد كلهم بيعملوا له 1000 مليون حساب. طبعا يا ماما طبعا، بس انا كمان لازم يبقى لي مركز، يعني يبصوا يقولوا شوفوا بنت ابراهيم العقاد بقت ايه. كلام ده كلام حلو وموزون، بس برضو يا حبيبتي العيال دول ضمان، وضمان كبير قوي كمان. اسأليني انا امال ايه، خصوصا بقى لما تكون الست مدلوقه على جوزها زي حالتك كده وبتحب جوزها. اطمني يا ماما، انا ضامنه علاء من غير ولاد. يا بنتي يا عبيطه، الرجاله بيحبوا العيال وبيحبوا الخلفه، وخصوصا بقى لو خلفتي له واد وهو سمع كلمه يابا. انتوا لسه بتفرقوا بين الولد والبنت؟ هو انا مش عاجباكوا ولا ايه؟ يا اختي ده انت تعجبي الباشا يا حبيبتي، انا بتكلم على الرجاله. يا بنتي يا حبيبتي، البنت بتشيل امها والولد بيبقى ظهر ابوه وسنده لما يكبر. احنا هنروح بعيد ليه؟ بلاش. ابوكي مش اتجوز 3 نسوان وانا الرابعه؟ ابوك اتجوزني وانا قد كده اهو عشان اجيب له حته واد وجبته له. اطمني يا ماما، علاء مش هيتجوز عليا حتى لو جبت له البنت. عارفه يا مروه، مين نفسه ومن عينه يشوف لك حته عيل؟ طبعا عارفه. طب قولي مين؟ بابا. بس اطمني وقولي له يطمن، خلاص هانت، كلها سنتين. ايه يا اختي؟ سنتين؟ تضحكي عليا يا بت، هو في ست بتفضل حبلة سنتين؟ هما 9 اشهر بس. هو انا ده عصافير يا بت ولا ايه؟ بتاكلي بعقل يا حلاوه. والعمليه دي هتتم امتى؟ بكره زي دلوقتي يا ست الكل. والبضاعه اللي هتتنقل قد ايه يا مرسي؟ 150 كيلو بس صنف معتبر. جهز رجالتك يا سالم. التقلة يا اختي. هتكونوا كام راجل يا مرسي؟ 6 رجاله. معاكم سلاح؟ كل واحد معاه كلاشينكوف. ايه يا عم؟
هو انتوا رايحين تحاربوا؟ المره دي فتحي مستحلف لاي حد يقرب منه. خد معاك 10 رجاله يا سالم، وخد معاك احسن سلاح. بس خلي بالك مني، لحد فيكم يخلص عليا. ما تخافش يا مرسي يا حبيبي، انت ما تتعوضش. بس لما مؤاخذة بقى المره دي المعلوم هيزيد شويه. وماله يا حبيبي، احنا عمرنا ما استخسرنا حاجه في الرجاله الجدعان معانا. اؤمر. التلت كتير قوي يا صاحبي، وبعدين انت عارف عمليه زي دي مصاريفها كتير قوي، ولا ايه يا اختي؟ وبعدين معاك بقى يا سالم، ده انت يا خاطر عمرك كريم ياخد الربع. على فكره بقى يا حبيبتي، مامتك عندها حق، وانا كمان نفسي اخلف. طب ازاي يا علاء؟ الحمد لله دلوقتي دخلي بقى احسن. انا مش بتكلم من الناحيه الماديه، انا بتكلم ازاي هخلف واذاكر واحضر الرساله. ازاي؟ هو الطفل ده مش محتاج اهتمام ورعايه؟ وبعدين تقدر تقولي هروح الكليه ازاي؟ يا حبيبتي لما ربنا يكرم انت طبيعي هتاخدي اجازه وضع، لما يشرف باذن الله تاخدي اجازه بدون مرتب سنه ولا 2، وقتها يكون كبر نجيب له داده نوديه حضانه تمشي الحكايه. انت شايف كده؟ وهتزوريه تاني امتى؟ لما انت تقولي. حلو، انا هجيب لك التموين واقول لك امتى تروحي له. ماشي. بس خلي بالك بقى سمرة بقى، انا عايز شغل ايه؟ شغل يعني على ميه بيه. ده مين السحب هناك ده دلوقتي؟ معرفش، يا لهوي لا يكون شافنا. بس الوش ده انا شفته قبل كده. بقول لك ايه، زق عجلك بدل الوش بسرعه بسرعه. شفته فين ده ابو النواس؟ يا ابن الايه؟ ايه الحكايه يا ضرغام؟ الساعه داخله على 12 ومحدش باين له اثر. هو مرسي قال لك الميعاد الساعه كام يا معلم؟ قال لي الساعه 11. يبقى عطله في السكه. وماله؟ نستنى نص كمان، بس انا مقلق عربيه دوريه تعدي كده ولا كده تهرشنا. اول مره يتاخروا بالشكل ده. بقول لك ايه؟ امورنا يا معلم. انت وصلت المعلمه ورده؟ لحد البيت يا معلمه، وقالت لي مش هتنام الا لما تاخد التمام. تمام. بيومي خش نام جوه، شيخيلك يا اخويا جايب لحد اخر الشارع. وانت مش هتنامي؟ لا قاعده مع نفسي شويه. طيب ابقي حسانين لو مؤاخذة، معلش. يا حسنين كتك نيله، انت عارف تقف ولا تصلب ظهرك. الو، يعني ايه ما جوش؟ اشمعنى المره دي يعني؟ اكيد انتوا رحتوا مكان تاني. ايه بقى حاجه اللي ورانا يا هريدي؟ ايه بقى يا جاز؟ حرام عليك، اديله حاجه موديها بسرعه، اعملوا تحليل دم بسرعه. حرام. مفيش، عايز يشوفك في الصبح. يا حبيبي جبت لك كل حاجه بتحبها. وحيد ايه بس يا جماعه، اطلع اشوف الجو امان ولا لا؟ يا راجل استنى، الراجل بيشوف الجو بره ايه. يا هادي